بلدنا جميلة وتتحب، ولأني بحب مصر قررت أصور فيديو يبين قد إيه بلدنا جميلة. وبدأت الرحلة في القاهرة، وكان معايا في الرحلة دي موبايل فيفو في 50 لايت، وهقولك كان معايا ليه. بدأت اليوم الساعة 11 الصبح وبطارية الموبايل كانت 100%، وأول زيارة كانت لقصر الأمير محمد علي باشا في المنيل. ومش هحكي لكم عن جمال العمارة في العصر الخديوي اللي فيه شكل جميل وروح جميلة بتبين قد إيه مصر في الفترة دي كان فيها نسبة إبداع كبيرة. وخلصت القصر وبعدها طلعت على برج القاهرة، أحد أهم معالم القاهرة، واللي اتبنى سنة 1956 على شكل زهرة اللوتس، ومبني كله من الخرسانة، وتقدر تشوف منه إطلالة كاملة على القاهرة. وكمان تقدر تشوف أهرامات الجيزة. والساعة جت 3 ولقيت نفسي عايز آكل حاجة خفيفة أو أشرب حاجة سخنة، ودخلت مطعم البرج المستدير اللي بيشوف إطلالة القاهرة كاملة، وبصيت على الموبايل كمان أشوفه هو جعان ولا لأ أو عاوز يتشحن، ولقيت إن الموبايل تقريبا نزل منه 15% من الشحن. وبعدها اتحركت ورحت على قصر البارون في مصر الجديدة علشان أشوف تصميم جديد وجميل من عصر البارون إمبا، مؤسس مصر الجديدة. والقصر ده كان ليه قصص كتير مرعبة بين شباب مصر الجديدة، هتلاقي كل واحد منهم عارفها. اتحركت من هناك وكانت الساعة 6 تقريبا، وبرضه بطارية الموبايل ما نزلتش الربع حتى، فعلا بطارية جبارة. ولاني في مصر الجديدة لازم حاجة خفيفة كده من جربي، حيث التاريخ والذكريات والحلويات. وللي ما يعرفش، أنا من عشاق مصر الجديدة لأنها المنطقة اللي اتولدت وتربيت فيها. وعلشان تكمل الليلة الحلوة رحت أخدت جولة ليلية في قاهرة المعز والعمارة الفاطمية. بقى ما أقولكش، هتشوف التصميمات الفاطمية اللي بقالها تقريبا مئات السنين، تصميمات شيك، وهتحسسك إن مصر فعلا طول عمرها عندها ذوق وفن في اختيار المعمار بتاعها. طبعا غير المقابلة الحلوة والمناظر الجميلة اللي هتشوفها والاحتفالات اللي هتلاقيها مستمرة لحد الصبح في الشوارع هناك، وهتخليك تشوف التنورة وروح التراث اللي موجودة في مصر. فعلا هتقضي ليلة جميلة هتفضل في ذاكرتك ومش ممكن تنساها. وما يمنعش برضو تاكل شوية أكل حرش هناك من عند زيزو علشان تكمل الليلة الجميلة. وعلى الساعة 11 بالليل كنت أنا فصلت، بس موبايل فيفو ما فصلش، بكل التصوير اللي صورته بيه وبكل الاستخدامات اللي استخدمته ليها في الجي بي اس وحاجات تانية كتير. وده لأن بطاريته 6500 ملي أمبير، ما بتفضاش بسهولة. بجد مصر جميلة قوي، والفيفو في 50 لايت صنع في مصر.